الحمد لله الفعال لما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة الإقرار والتمجيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى سائر العبيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والتسديد. أما بعد، فإنه من رحمة الله الرحمن أن جعل الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، واصطفى من بين أفرادها من ينشر الخير فيما بينهم ويحثونهم على ما أمر من الأعمال الصالحة وأخلاق فاضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فمن هذا الصنف من الناس انطلق جهود أصحاب الفضل والسبق من رجال الهيئة العالمية للكتاب والسنة آنذاك، المعروف بالإدارة العامة للكتاب والسنة، وفي مقدمتهم ذلك الرجل العظيم خادم الكتاب والسنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، المحب لأمراء المسلمين الشيخ عبد العزيز التركي حفظه الله، الأمين العام السابق لرابطة العالم الإسلامي. فبرحمة الله ثم بريادة هؤلاء الكرام وضع الحجر الأساسي لمعهد زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم عام 1414 هجريا، الموافق 1994 ميلاديا، الذي كان نبراسا يمثل البذر، حيث أنه أول مركز أسسته الهيئة في العالم، حتى تفرعت جهود الهيئة شرقا وغربا، فلا تكاد تجد دولة إلا وفيها معهد للهيئة قائمون لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم السنة لأبناء المسلمين. لم يقم المعهد في لحظة أو بعشية أو ضحاها، وإنما مر بمراحل عديدة وأطوار مختلفة، من أهمها ما يلي: المرحلة الأولى، ابتدأ المعهد بنشر الكتاب والسنة على شكل حلقة، والحلقة باصطلاح الهيئة عبارة عن جمع الطلاب من العصر إلى 5 مساء، يحفظون ويسمعون أجزاء معدودة في مسجد معين. المرحلة الثانية، تطور حلقة إلى خلوة، وهي باصطلاح الهيئة حلقة ذات وقت دراسي أطول، فهم يجلسون من 7:30 بكرة إلى صلاة الظهر مجلس تحفيظ وتسميع ومراجعة، بمقرر حفظ أكثر من الذي في الحلقة. المرحلة الثالثة، صار المعهد مركزا بنظام الإسكان أو ما يعرف بالسكن الداخلي، يتفرغ فيه الطلاب للحفظ فيسمعون ويختمون حفظ القرآن بلا مادة دراسية مضافة. المرحلة الرابعة والحالية، أصبح المعهد معهدا رسميا بنظام الإسكان، وزيد على مقرر ختم القرآن حفظا
أن أضيف إليه برنامج الإقراء والإجازة مع المواد الدراسية اللازمة لنيل الشهادة من المرحلة الثانوية العامة. المرحلة الرؤية: تطوير المعهد إلى كلية القرآن، تخرج دعاة مؤهلين ومدرسين إلى أمصار الفلبين، مزودين بحفظ القرآن والإجازة فيه والعلم في رواية المسندة المتواترة والعلم في السنة النبوية وعلومها وشيئا كافيا من العلوم الشرعية التي لا بد لطالب العلم معرفتها. فالله خير معين وهو أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأملنا للرقي إلى معالي الأمور. تتعرف بأشخاص وتمر بك أيام، فيذهبون ويذهبن، ولا يبقى إلا من ترك أثرا أو كان له في القلب موقعان. هكذا معهد زيد بن ثابت وأهليه لم يكن شخصا أو مكانا، بل نبضة حية تنبض بها قلوب أبنائه. لن ننسى تلك البوابة الزرقاء التي ضمتنا ضمة الأم الحنونة والأب المشفق، وهؤلاء الوجوه المعروفة التي كنا نراها يوميا. بها عرفنا لذة العلم، وبحجرها عرفنا الحلم. وهل ننسى هؤلاء الأصحاب الإخوة الأحباب الذين عشنا معهم باليسر والصعاب في طريق العلم إلى السنة والكتاب؟ يا إخواني، لقد قيل وما زال يقال: إنها البداية وليست النهاية، واليوم عرفنا معناه. على الإحسان نجتمع ونروي أجمل العبر، ونقضي ساعة فيها نعيد تذكر الصور. على الإحسان نجتمع ونروي أجمل العبر، ونقضي ساعة فيها نعيد تذكر الصور. وعاد بنا الزمان إلى وجوه كنا نعرفها، وعاد بنا الزمان إلى وجوه كنا نعرفها، لفصل أو لمدرسة بها الأشواق تسكنها. مددنا بيض أيدينا غرسنا بسمة فيها، فأثمر غرسنا ثمرا وبارك فيه هادينا. بعون الله قد صرنا ودعوى الخير تهدينا، نزيل البؤس بالأمل ونمسحه بأيدينا، نزيل البؤس بالأمل ونمسحه بأيدينا. ثمار الخير دانية، قطوف طاب جانيها، وأسرة كريمة ندى الخيرات نسقيها، ندى الخيرات نسقيها. بيوت الله عامرة بها الصلوات نحييها.